لو عملتوا الرز المعمر بطريقتي مش هتبطلوا تعملوه غير بالطريقة دي، بيطلع مفلفل جدا، ولان المقادير مظبوطة مش بيطلع ولا معجن ولا ناقص تسوية ولا كمان بيلزق في الصينية. تعالوا نعمله بقى مع بعض ونشوف، وان شاء الله يعجبكم. ونشوف مع بعض مقاديرنا ونشوف هنعمل ايه. يلا بينا نشوف المقادير. اول حاجة هنجيب مع بعض 3 كوبايات رز مصري مغسولين كويس. هنحط معاهم 3 معالق ملح، وهنحط معاهم اللبن ده بيكون كامل الدسم. هنحطه ازاي؟ هنحط 3 كوبايات لبن لغايه ما يغطي ايه يا بنات، لغايه لما يغطي الرز. بعد كده هنحط كوبايتين ميه، ونبدا نظبط الملح بتاعنا. واول ما يتظبط هنبدا ندخله الفرن على درجه حراره 180. هنولع الشوايه من فوق لغايه لما يشرب السوائل بتاعته ويحمر معانا كده. هنبدا نحط عليه 3 معالق سمنه، ويا ريت تكون سمنه بلدي.